السلام عليكم. النهاردة هنعرف نتائج دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، نتائج مباراة الذهاب ونتائج مباراة العودة. هنعرف الفرق اللي تأهلت لدور قبل النهائي من هذه المباريات، وهنعرف كمان ميعاد الدور قبل النهائي والمواعيد بتاعة المباريات، وهنعرف كمان مواعيد مباريات دور النهائي للبطولة. خليكم معايا. نتائج مباراة الذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا: أرسنال الإنجليزي 2، بايرن ميونخ الألماني 2، ريال مدريد الأسباني 3، مانشستر سيتي الإنجليزي 3، باريس سان جيرمان الفرنسي 2، برشلونة الأسباني 3، اتلتيكو مدريد الأسباني 2، بروسيا دورتموند الألماني 1. دلوقتي هنعرف نتائج مباراة العودة والفرق المتأهلة للدور قبل النهائي. بروسيا دورتموند الألماني 4، اتلتيكو مدريد الأسباني 2. حصيلة المباراتين 5-4 لبروسيا دورتموند الألماني، ويصعد الفريق الألماني لدور قبل النهائي. المباراة التانية برشلونة الأسباني 1، باريس سان جيرمان الفرنسي 4. حصيلة المباراتين 4-6 لباريس سان جيرمان الفرنسي، ويصعد الفريق الفرنسي إلى دور قبل النهائي للبطولة. المباراة التالتة بايرن ميونخ الألماني 1، أرسنال الإنجليزي 0. حصيلة المباراتين 3-2 لبايرن ميونخ الألماني، ويصعد إلى دور قبل النهائي. المباراة الرابعة مانشستر سيتي الإنجليزي 1، وريال مدريد الأسباني 1. مباراة الذهاب خلصت بنتيجة 3-3، عشان يبقى الناتج الكل للمباراتين 4-4، عشان يلجأوا لضربات الجزاء الترجيحية عشان يفوز فريق ريال مدريد الأسباني بضربات الترجيح 4-3. بصراحة ماتش كان جميل جدا ومثير بين الفرقتين، والفرقتين أقوى من بعض الصراحة. يعني مانشستر سيتي برضه فريق قوي جدا، ولكن فريق ريال مدريد من الفرق الكبيرة، وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة بعد فوزه على مانشستر سيتي في هذا الدور. يبقى الفرق المتأهلة إلى دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا: بروسيا دورتموند الألماني، PSG الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، ريال مدريد الأسباني. دلوقتي هنعرف موعد مباريات دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا: مباراة الذهاب ومباراة العودة. كمان هنعرف موعد مباراة النهائي للبطولة. مباراة ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونخ الألماني هيواجه ريال مدريد الأسباني يوم الثلاث 30/4 الساعة 10 مساء. بروسيا دورتموند الألماني هيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء 1/5 الساعة 10 مساء. مباريات العودة لهذا الدور: باريس سان جيرمان الفرنسي هيواجه بروسيا دورتموند الألماني يوم 7/5 الساعة 10 مساء. ريال مدريد الأسباني هيواجه بايرن ميونخ الألماني يوم 8/5 الساعة 10 مساء. مباراة النهائي هتتلعب يوم 1/6 الساعة 10 مساء، وطبعا لسه لم يحدد الفريقين اللي هيلعبوا في هذه المباراة. كده عرفنا النهاردة نتائج مباراة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا: مباراة الذهاب ومباراة العودة، وعرفنا الفرق التي تأهلت إلى دور قبل النهائي، وكمان عرفنا مواعيد مباراة دور قبل النهائي: مباراة الذهاب ومباراة العودة.
وعرفنا كمان موعد المباراة النهائية للبطولة. طبعا لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد انا اعمله يوصل لكم. انا بتأخر لسبب معين، لاني مفيش مشاهدة على القناة بتاعتي او على الفيديوهات اللي انا بعملها، وده بيأخرني كتير جدا وبيخليني افكر 1000 مرة قبل ما اعمل اي فيديو. وانا مش عارف يعني، بعد اذنكم يعني قدروني، معلش انا صوتي ضعيف والله، انا صوتي كده خلة ربنا، بعد اذنكم رضوني عشان ربنا يرضيكم. واللي عايزني اشترك له في قناته يكتب لي في التعليق تحت الفيديو، وانا على طول هشترك له في القناة بتاعته. خلاص، بس اهم حاجة يعني تشتركوا انتوا في القناة وتكتبوا لي في التعليق تحت بعد اذنك انا اشتركت في قناتك، ممكن ترد الاشتراك، هروح رد على طول. خلاص، وشكرا لكم على المتابعة.